سبات ونوم عميق. النوم اللي عاشته الأمة الحقيقة في غياب الحياة السياسية كانت نتيجته هذه الأزمة الاقتصادية. وأنا بقول إن الأزمة الاقتصادية لم تعد محتاجة إصلاح، محتاجة إنقاذ. نحن الأزمة الاقتصادية كلنا بنعيشها وبنعين منها. التعليم، نحن في زينة الدول الآن بترتيبنا في التعليم. احنا الحقيقة في تخلل. المريض إذا لم يعلم أنه مريض لن يأخذ الدواء ولن يستجيب ولن يتبع إرشادات الطبيب. نحن يجب أن نعلم أن نحن في مرحلة فعلا حرجة، ونحن نحتاج إلى علاج. والحقيقة هذا العلاج بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي والتعليمي وفي مجال الاستثمار وفي مجال في مشاكل كثيرة بتعانيها. وأنا قلت إن أي مشروع إذا ما جابش نتائج في 5 سنين يبقى مش فايدة. لما بالنا في 10 سنوات وقلنا نميز ما بين طول التاريخ اللي احنا لا نختلف عليه إن هو يتعلق بقيمة الوفاء. إن احنا نقيم الوفاء. الجيش المصري كان قائده القائد الأعلى آنذاك الرئيس السيسي لم يكن رئيسا للدولة. قام بدور الحقيقة نحن تاريخي وحدث مكانه في التاريخ. ولكن من 2012 أو من 2014 ل 2023 لا، القيادة السياسية وبالنتائج. أنا غير راضي على الأداء وغير راضي على النتائج. هذا من وجهة نظري. واللي مش شايف واللي مش شايف كده يبقى مش شايف، يبقى مش عايش. كلنا شايفين، كلنا عايشين. التغيير أصبح ضرورة، هذه حقيقة. وإذا ما شاركناش في هذا التغيير يبقى لا نلومنا إلا أنفسنا. إحنا محتاجين الحقيقة والتغيير والإنكار الذات. إحنا الدول الكبرى حتى عندما نتكلم ويتم الحديث عن انفجار السكان، طب واحنا عندنا سكان اساسيين قد الهند، قد اليابان، قد اندونيسيا. في مشكله من التعداد. مش هي المشكله الاولى ولا هي اللي تعوض انطلاق الاقتصاد. البلاد المانيا، اليابان، جنوب شرق اسيا، الدول دي اللي عندها لا بترول ولا غاز طبيعي بس عندها ايه؟ حسن اداره للموارد، عندها اخلاص، عندها نظام. احنا مستقلين بقيم العمل والهيكله والتنظيم العمل. احنا الحقيقه المسائل عندنا ماشيه كده ايه؟ يعني نحن المسؤولين. ولن يكون هناك اصلاح الا باصلاح سياسي واصلاح اقتصادي ونشارك فيه. وبعدين ان تكون هناك قيم ومبادئ المساواه والعداله. ما يبقاش ابدا في تمييز. لا، المسائل عايزه رؤيه. اذا لم تكن يعني غابت الرؤيه غاب الاصلاح وغاب الهدف عنا. فانا اناشدكم جميعا في الاستمرار باسم الله سبحانه وتعالى وباسم الوفد ان نشارك جميعا وان تكون نحن امام معركه حقيقيه وامام فرصه تاريخيه اخاف ان لا تعوض. نحن اعترنا كثير من الفرص التاريخيه. الفرصه التاريخيه الحاليه انه ستجري انتخابات شفافه لن يكون هناك فيها تزوير.